صباح الخير، مساء الخير، صارت عبرة 12. ما طول يوم جمعة والصلاة على محمد وبعدني بحيلي، فخل أوضح هذا التعليق صغيروني. هنا السؤال يقول إنه أنت كل شيء قاعد تحكي قاعد يصير أغنية. أنت تعرف باسم الأغنية سابقا؟ لو أنت هيك من عندك قاعد تقولها وبعدين تصير أغنية، لو شنو من اللي لعب بالإعدادات؟ سؤال حلو، سؤال جدا حلو، مو بس حلو شوية، لا. خل أوضح الفكرة من البداية، تمام؟ حتى الكل يصير عندها علم ويفتهمون هذا الموضوع، تمام؟ فتابع هذا الستوري اللي وراها. طيب، الابيات الشعريه ان هي الومضات القفشات اللي انا قاعد انزلهن وقاعد اضربن، تمام؟ من اجيبهن ذني؟ اني عندي شغلتين، يا اما انا قاعد اصفن حلو، من اصفن تجي ببالي شغله اكتبها وانزلها، يا اما الشغله الثاني اصدقائي الشعراء حلو اخذ من عندهم القفشه وانا انزلها عندي. حلوين. شنو اللي يصير؟ او مثلا فد جمله تعجبني بالنت واخذها واعدل عليها وانزلها. حلوين. اللي دا يصير شنو؟ القفشه اللي انا دا انزلها قاعد تضرب، قاعد توصل 5 مليون 6 مليون 7 مليون. حلوين. من توصل سمع، هو الاغنيه شنو؟ الاغنيه عباره عن شعر يتلحن ويصير اغنيه. اللي دا يصير شنو؟ هذا الومضه اللي انا انزلها تضرب، فشي يصير؟ دا تنأخذ وتتلحن وتصير اغنيه بدون. مختصر مفيد، انا ما عندي مشكله ويا اي فنان بالعالم ياخذ الومضه اللي انا انزلها ويسوي اغنيه بالعافيه عليه، بس بشرط يا اما يرجع لي اذا كانت مالتي او يرجع للشاعر الاصلي مالي القصيده. ليش؟ لانه اذا انا ماخذ قفشه وخاصه مال الشاعر وناشرها وهاي تتغنى وتصير اغنيه بدون ما يستاذن من صاحبها الاصلي، راح الشاعر عليه من يرجع يعاتب، ما راح يرجع يعاتبهم، راح يرجع يعاتبني ليه؟ راح يقول لي هي انتشرت الومضه بحسابك، انت اللي سامح لهم يغنوها، انت معطيهم حقوقي. انا هنا ايش راح اقول له؟ لا والله حبيبي، هم اخذوها بدون ما يرجعون، تمام؟ فالعتب عليه ما راح يصير. فهذا الشيء انا ما اريده صراحه. فاتمنى من اي واحد، اي فنان يريد ياخذ هاي الومضه، مجرد يسال هاي الومضه الك او الشاعر، حتى اذا كانت الشاعر انا اقول له انا ما مستحيل ومضه مو لي وانا انسبها لنفسي، مستحيل. دائما اللي يسالني وهاي مو مالتي تكون، راح اقول له هذا الشاعر الاصلي، تفاهم انت وياه بالعافيه. حلوين. والشيء بالشيء يذكر. هسه تقول ممكن تسالون محمد تصدق شاعر؟ يعني انت مثلا لا، انا مو شاعر، بس انا اكتب. والدليل انه 90% 3/4 اغاني اللي نزلتهم سابقا ممكن بس 2 من عندهم مو اني كاتبين، البقيه كلهم انا كاتبين، واللي جايبات 5 مليون و6 مليون و7 مليون، تمام؟ فاللي اريده بالمستقبل شنو؟ شغله واحده بس هي اللي قلنا لكم عليها. اذا عجبتك ومضه عزيزي الفنان كان من تكون، اتمنى من عندك تكون محترم مثل ما سوى الفنان مثلا علي جاسم الخلوق للامانه، ويتفاهم ويسال حتى ما يصير سوء تفاهم. اما مو مثل غير اشخاص ياخذ الومضه ويروح ينسبها لغير شاعر ويصير جراندايزر. لا، هاي السالفه ممكن تكون ويا واحد ما يفتهم وينخذ من عنده، اما اذا واحد معرق بالسوالف الحقوق طبعا والنشر ما ترهم هاي السالفه، صايرين في مال الله. وبس شغله اخيره قبل ما انسى، انا من اخذ بالنسبه اذا كانت القفشه مو مالتي مال شاعر معين، انا من اخذ القفشه وانشرها بحسابي، هذا الشيء ما يضر الشاعر، بالعكس هذا يفيده، لانه راح القصيده مالته تنتشر، صح لو غلط. واكررها اني انه اذا صار عليها شغل واجا واحد سالني هاي القفشه مالتك، الله يشهد انا ما راح اقول مالتي، لان ما اقدر اصلا اقول مالتي، راح انسبها للشاعر مالته قبل، اقول له هذا الشاعر مالته تفاهموا وياه. لا، وخل ازيدكم من الشعر بيت، اقسم بالله اكثر من شاعر يدز لي الشعر مالته ويقول لي اقرا لنا اياه ونزله بحسابك، تمام؟ بس اني شنو مشكلتي؟ مو كل شعر اقدر اقرا الا اذا اشوف مثلا القفشه او المنظر هيك على المود مالتي وعلى الجو مالتي، او اشوف نفسي مناسب انه اقدر واطلع اقراها انزلها عندي. حتى اغاني مرات فنانين يطلبون، يقول لي ما رخصك محمد ممكن تسوي لنا فيديو على الاغنيه مالتي؟ اقول له تدلل، خاصه اذا كان فنان احبه قبل اقول له بدون كل شيء تدلل. وبس والله سلامتكم، هذا اللي كل اللي صار، وان شاء الله ما تصير مشاكل بالمستقبل، لانه يا اصلا ماكو مشاكل ان شاء الله، تمام؟ يلا خل اروح اكل لانه ابو ينصمط من الجوع. في امان الله.